السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم هاد الوصفة تاع الكغاتان البطاطا بالقرعة والدجاج. وصفة سهلة وبنينة بالبزاف، جات فريمون بنينة ولا اروع. هنا عندي بطاطا قطعتها مكعبات، قرعة قطعتها دوائر، شوية فصوص ثوم مسكرفدين، شوية معدنوس مقطع، وهنا عندي شرائح دجاج ولا البلوند بولي قطعته شرائح كما راكم تشوفوا. ويعني لا كونتيتي تقدروا ديروا اللي تحبوه. وهنا ندير له لا ماريناد، مغرفه صغيره خردل ولا لا موتارد، ندير له شويه توابل. وانتم يعني تقدروا ديروا لا كونتيتي اللي تحبوها والتوابل اللي تحبوهم. هنا عندي شويه عكري، شويه كركم، فلفل كحل، وشويه ملح. ما تكتروش بزاف بيسك من بعد يكون عنده فرماج. وهنا نخلطهم مليح مليح باش البلون تاعي ياخد كامل من لي زيبيس. وهنا نطيبهم ولا نقليهم في المقلاة مع شويه زيت وزبده. انا نحب نحمرهم، لازم وضروري نحمرهم هكذاك نحبهم. وبعد نتوما يعني طيبوهم كيما موالفين. فوالا. ومن بعد البطاطا تاعي والقرعه اللي قطعتهم نطيبهم في الزيت، يعني نقليهم. واللي ما تحبش بزاف القليان ولا الليزام تقدروا البطاطا هذيك طيبوها في الماء مع شويه ملح. بصح انا حبيت هكذايا. نعطي لكم فكره برك، نتوما عندكم الاختيار ديروا هكا ولا تشونجي ولا تغيروا حاجه. عندي هنا الدجاج تاعي شرائح اللي طيبتهم، نقطعهم هكايا قطع شويه كبار، ماشي بزاف صغار وماشي بزاف كبار. وبعد نتوما يعني لكم الاختيار تقطعوهم كيما تحبوا ولا تخلوهم هكاك. نتوما وكيفاش على حسب الرغبه تاعكم. فوالا نقطعهم كامل ونخليهم في البول تاعي. وكي نكمل نجبد لي غامكان تاعي، هنا عندي 3 والبطاطا والقرعه طيبتهم. وهنا عندي ندير لاكوش ولا الطبقه الاولى تاع البطاطا، ندير شويه برك في لي غامكان تاعي كيما راكم تشوفوا نسقمهم كامل. ومن بعد ندير القرعه في زوج منهم، واحد الغامكان نخليه يعني نديرلو غير البطاطا باسكو انا ما نحبش القرعه بزاف هكذايا. بصح الزوج الاخرين نديروهم لافراد العائله يحبوا القرعه. هنا عندي فرماج تشيزي نستعملوه لامبرغر نديروه هنا. الروعة هذاك الفرماج يذوب وبنين. ومن بعد ندير القرعة هذيك كما قلت لكم في زوج لي غامكان. ومن بعد الثالث ندير له غير البطاطا. وانتم تقدروا يعني اذا ما عندكمش لي غامكان تقدروا ديروه في المول الكبير حجم عائلي. ومن بعد هنا بقاو لي غير شويه هكا بطاطا زدت لهم هكا شويه. ومن بعد زبدت زوج حبات بيض، شويه حليب ولا كريمه سائله كما تحبوا، شويه معدنوس وشويه ثوم اللي مسكرفج. نخلطهم ومن بعد ندير في واحد منهم هكذا كما راكم تشوفوا. وبعد شاك غامكان ولا كل غامكان ندير له هكذايا، ونزيد له الدجاج هذاك اللي قطعته من الفوق. ومن بعد ندير له فرماج شيدار، هدايا شيدار. يعني كل وحده تستعمل فرماج اللي موالفه بيه ولا اللي عندكم في الدار اللي موفر. فوالا. هنا نكسر زوج حبات بيض، ندير له شويه حليب وندير له شويه ثوم ومعدنوس، وتقدروا ديروا له شويه ملح وفلفل كحل. بصح انا ما حبيتش نزيد له سورتو الملح باسكو عندنا الفرماج والبطاطا والقرعه عندهم الملح. من بعد ما يجيني باش ما يجينيش مالح ما حبيتش ندير في البيض. وندير هكذايا في الغامكان الاخر هكذا. ومن بعد ندير الدجاج من الفوق، يعني درت كميه لاباس بها. وندير فرماج هكذايا، فرماج من الفوق. ومن بعد نزيد
الغامكا لوخر التخروازيام ولا الثالث اللي نديرو نديرلو هكدايا تاني 2 حبات بيض مع شوية حليب، كيما قلت لكم تقدروا تعوضوا الحليب بالكريمة السائلة. انا ما عنديش ودرت الحليب هكذا، نخلطهم مليح وندير كامل في السطح تاع المول تاعي للغمكة، وندير الدجاج ومن بعد ندير الفرماج ونديرهم في سنيوة هكذا. اذا ساحلي الفرماج في الفرن ولا يعني كي يكونوا يطيبوا ومن بعد يسيحوا فوق سنيوة، ما تسحليش فوق الفرن تاعي باش ما يتوسخش، ونديرهم هكذايا كامل. ومن بعد كي يخرجوا نوريلكم يعني كيفاش يكونوا، تقدروا تحمروهم من الفوق كيما تحبوا. فوالا نوريلكم هنا بعد ما طابوا. هاو اللي درت له شويه معدنوس مقطع. نتمنى تعجب لكم الوصفه، سورتو ما تبخلونيش بجيم او كومونتير شباب باش تشجعوني ان شاء الله نزيد لكم وصفات واحد اخرين. دوكا ما بقى غير نقول لكم شكرا على المشاهده، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. وصحه رمضانكم، صحه فطوركم.